بسم الله الرحمن الرحيم. تقرير الحالة الوبائية في قطاع غزة الأحد 11 أكتوبر 2020، حيث تم إجراء 903 فحصا مخبريا في المختبر المركزي بمدينة غزة، كان من خلالها تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف مناطق القطاع، إضافة إلى تسجيل 47 حالة تعافي في مستشفى غزة الأوروبي ومراكز العزل الأخرى، ليكون بذلك إجمالي الحالات المسجلة في قطاع غزة منذ مارس الماضي وحتى هذه الأثناء بلغ 3984 إصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى أن إجمالي الحالات النشطة حتى هذه اللحظة بلغ 1610 حالات، إضافة إلى أن حالات التعافي بلغت 2350 حالة تعافي حتى هذه اللحظة، إضافة إلى أن إجمالي حالات الوفاة في قطاع غزة 24 حالة وفاة، منها 23 حالة وفاة من داخل المجتمع وحالة وفاة واحدة من داخل مراكز الحجر الصحي كانت في شهر مايو الماضي. لا زالت غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة تتابع تطورات الحالة الوبائية وتراجع سياساتها وإجراءاتها التي تتناسب مع هذه المرحلة. جهود التقصي الوبائي في قطاع غزة لا زالت مستمرة وتحقق نجاحات مستمرة في إطار تثبيط الوباء وتسطيح منحنى التفشي في قطاع غزة، ولكننا نحتاج إلى مزيد من تضافر الجهود على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى القطاعات التي سمح لها بالعمل مؤخرا في قطاع غزة، بالالتزام التام بجملة الإجراءات الوقائية من أجل الخروج من هذه المرحلة الحساسة بأقل الخسائر. حفظ الله شعبنا وحماه من كل سوء.